فيلم اتعرض في السينمات. الناس مقدرتش تستحمل أكتر من ربع ساعة وهربوا كلهم من السينما وسط خوف شديد. ده حتى إن في ستات حوامل سقطوا الجنين بسبب الفزع الكبير، وشكل صدمة لدرجة إن المتفرجين رفضوا يقولوا حاجة بعد اللي شافوه، عشان بعد كده يقوم المخرج بحذف لقطات كتيرة منه. ورغم كل ده اتمنع من العرض. في سنة 1932 اتعرض أول مرة فيلم فريكس في سينمات أمريكا. الناس راحت علشان يشوفوا فيلم جديد ويستمتعوا بوقتهم. الفيلم اللي كانت مدته 90 دقيقة، وكان فيه شوية ناس عارفين إن الفيلم بيحتوي على بعض مشاهد الرعب، ولكن لما اتطفت الأنوار وبدأ الفيلم، وبعد دقايق بدأ الناس كلها تصرخ بصوت عالي. طب إيه اللي حصل خلى الناس تعمل كده؟ وده بسبب استخدام المخرج لبعض الأشخاص اللي عندهم تشوه حقيقي. أيوة، المخرج استخدم أشخاص عندها عيوب وتشوهات حقيقية، وده مش مجرد مكياج. واللي كتير من الناس ما تعرفوش إن زمان كان السيرك بيعتمد في العروض اللي كان بيقدمها على الأبرياء دول. المهم، قصة الفيلم كانت بتدور حوالين مجموعة من الأقزام والأشخاص اللي عندهم عيوب خلقية وشغالين في السيرك. وده الجزء الحقيقي، لأن هما فعلا كانوا كده. بعد فترة بتجيلهم بنت طبيعية جدا وجميلة جدا، وتشتغل معاهم في السيرك، وتبدأ بالسخرية منهم بطريقة مهينة جدا. وبعد كده يقع في حبها راجل قزم، وتقابل هي الحب ده بالاستهزاء، ولكنها تتلاعب بيه لما تعرف إن هو هيورث ثروة كبيرة من قريب ليه توفى. بعد كده تتجوزه، وبعدها تحاول قتله. وهنا باقي الناس اللي في السيرك يعرفوا اللي هيحصل وينقذوه، ويحاولوا الانتقام منها بشكل مروع، عشان تظهر في نهاية الفيلم بشكل غريب. بقت مجرد مسخ بجسم طائر وراس إنسان. بس إزاي حصل ده؟ دي كانت قصة الفيلم من سنين طويلة. بيتقال إن الشركة المنتجة حذفت 25 دقيقة من الفيلم، محدش عارف إيه اللي حصل فيها. بس الفيلم الأصلي كان مرعب وغريب جدا، لدرجة إن كان في واحدة من اللي حضروا الفيلم كانت حامل، ولما شافت الفيلم اترعبت جدا، وده أدى لإجهاض الجنين بتاعها. والسبب ده دعا الاتحاد القومي للمرأة بمقاطعة الفيلم بشكل نهائي. الفيلم الأصلي كان فيه عمليات قتل بشعة ومقززة وعنف غير مسبوق بغرض الانتقام. الناس قالت إن أفلام الرعب دلوقتي مقارنة بفريكس هي أفلام كوميدية مضحكة. بس إزاي كانت مشاهد القتل حقيقية؟ خاصة وإن المؤثرات والخدع السينمائية في الوقت ده كانت متواضعة جدا. وفي التمانينات اشترت شركة إنجليزية نسخة منه، ولما شافوه استغربوا حجم العنف اللي ما شافوش زيه قبل كده، علشان يحذفوا 30 دقيقة كاملة وأتلفوها ومحدش عرف اللي فيها. ويفضل الفيلم لغز لحد النهاردة. أنا كده وصلت لآخر الفيديو. لو عجبك دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد، وقولي ايه رأيك في الكومنتات. سلام.